اكبر كدبه في رمضان ان الحاجه هتخلص. تدخل اي مكان هتلاقي زحمه وطوابير وكراتين بتتحدف في العربيات. هنا مخك بيشغل انذار اسمه السوشيال بروف او الدليل الاجتماعي. هنا عقلك بيقول لك ادام الناس دي كلها بتخزن يبقى في حاجه اكيد هتحصل واحنا ما نعرفهاش. لا، وكمان لما تلاقي يافطه مكتوب عليها مثلا بحد اقصى قطعتين لكل عميل. في كتاب انفلونس لعالم النفس روبرت سيلدين بيشرح ازاي الزحمه ووهم الندره بتخلي الناس تشتري بدافع الخوف مش بدافع الاحتياج. فلما تلاقي يافطه مكتوب عليها مثلا قطعتين بحد اقصى لكل عميل، انت بتشتري القطعتين دول عشان هم قليلين او ممنوعين، مش عشان انت محتاج فعلا القطعتين دول. وفي دراسه للاستاذ سلوك المستهلك براين فانسينج اثبتت ان وهم الندره والحد الاقصى ده بتزود المشتريات لنسبه بتوصل ل 70%. وفي اللحظه دي انت هنا مش بتشتري اكل، انت بتشتري امان وهمي. فبتدفع السيوله اللي معاك في منتجات موجوده طول السنه، وممكن كمان سعرها ينزل كمان اسبوع او اتنين. والنتيجه ان انت بتدخل رمضان مستهلك ماليا والمطبخ مليان كراتين كان ممكن تشتريها بالطلب، لان المنتجات عمرها ما بتخلص. وعشان تحل المشكله دي انا عايزك تعمل 3 حاجات. اول قاعده: اتعامل مع رمضان ان هو 30 يوم صيام مش 30 يوم طوارئ. اشتري حاجات البيت اسبوع باسبوع ولما تخلص جددها. 2: فلتر الورقه والقلم. هتدخل السوبر ماركت وانت محدد بالظبط انت محتاج ايه، واي حاجه بره القائمه دي هي عدو ميزانيتك. رقم 3: حاول تتجنب اوقات الزحمه. اشتري طلباتك في وقت هادي وبعيد عن زحمه الناس عشان تعرف تختار الطلبات اللي انت محتاجها صح وما تتاثرش بالزحمه.